الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فنعم الله كثيرة لا تعد ولا تحصى، كما قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. من هذه النعم نعمة العافية، الصحة دي تاج على رؤوس الأصحاء لكن لا يعلمون ما هي. الإنسان ما بيحسش بقيمة الصحة إلا لما يتعب، يوم يعرف قيمة الصحة كويس قوي. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتين كتير من الناس ظالمينهم. نعمة الصحة، شوف الذل اللي انت بتلاقيه عند الدكاترة لما تحب تكشف عند الدكتور مثلا متخصص في حاجة. شوف بتحجز قد ايه وتقعد قد ايه وتفضل قاعد في العيادة قد ايه على ما تخش له. شوف ربنا ممتعك بالصحة وانت قاعد، لا بتروح ولا بتيجي. ولذلك شوف القرآن الكريم لما فسروا قتادة عليه رحمة الله في قول الله تعالى: اللهم آتنا في الدنيا، ومنهم من يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: حسنة الدنيا العافية، أما حسنة الآخرة فهي الجنة. الحسنة بتاعت الدنيا اللي ربنا يديها لك إن ربنا يمتعك بالصحة والعافية. ولذلك قال أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا مريضا مثل الفرخ، يعني خلاص تعبان قوي، فقال: هل تدعو بشيء؟ انت تدعو ربنا بحاجة؟ قال: أقول يا رب إن كان عندك شيء فعجله لي في الدنيا. يا رب اللي عندك، زي ما احنا بنقول اللي عندك هاته. بعض الناس تعمل كده. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنك لا تطيقه. حد هيطيق اللي عند ربنا سبحانه وتعالى؟ فهلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال أنس: فقالها الرجل فشفاه الله. لأن نعمة العافية دي لا تعادلها نعمة. ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كده: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. ده كان دعاء مين؟ دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. ولما جاءه رجل فقال له: يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ أفضل دعاء له إيه؟ قال: سلوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم جاءه ثانية فقال له: يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ قال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا لما يمتعك بالصحة أكبر نعمة. ليه؟ لأن لو أنت مريض هتمنع من حاجات كتير. ممكن ما تقدرش تمشي، ممكن الأكل يبقى قدامك وتمنع منه، الدكتور يقول لك ما تاكلوش. هو يطيب الأكل أو العيشة إلا بالصحة؟ الصحة هي اللي بتمتعك بالحاجة. ولذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك إيه: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. حيزت يعني ايه؟ حيزت يعني انت تملكتها. ما هو الراجل الفلاح او اي حد بيشتري ارض يقول له انقل لي الايه؟ الحيازه، عشان تبقى ملكي تنقل لي الحيازه. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك يعني لو انت امن مش خايف من حاجه، ولو انت ربنا مديك الصحة تمام وربنا مديك كل حاجة، انت كده بقى يا سيدي تملكت الدنيا باللي فيه عشان الصحة. ايوه الصحة. ولذلك كتير من الناس وللأسف الشديد بيستخدم الصحة في الخطأ. طب ربنا اداك الصحة ليه؟ اداك الصحة عشان تعبده وعشان تسعى على المعايش وفي طاعته. شوف بقى لما تستخدم الصحة دي للأسف الشديد في الغلط. يشرب مخدرات، ما هو ده استهلاك للصحة. يشرب سجاير،
ما هو ده استهلاك للصحة، يضيع في وقته ويقعد على القهاوي ويقعد ويشرب، استهلاك للصحة. يبقى فين بقى الصحة اللي ربنا اداها لك؟ انت عمال تستهلك فيها ليه؟ ده ربنا اداك نعمة من نعمه، انت بتكفر بيها ليه؟ حافظ على النعمة اللي ربنا اداها لك بدل ما تسلب منك، وبعد كده تقول يا صحة ما تلاقيش. وللحديث بقية، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. احسنت يا عم الشيخ.